زمان، وبالتحديد يوم 23 من أبريل عام 2005 نزل أول فيديو على يوتيوب. كان بسيط جدا، راجل واقف في حديقة الحيوان بيقول كام كلمة والسلام. محدش كان يعرف وقتها إن الموقع ده هيبقى حاجة من الحاجات اللي غيرت شكل الدنيا كلها. يوتيوب النهاردة بقى مش مجرد منصة بتعرض فيديوهات، بقى مدرسة وسينما ومسرح وشغل وحلم وفرصة وحياة كاملة. يا ترى وأنا فين من الحكاية دي؟ أنا مش فنان ومشهورة، ولا معايا ملايين المشتركين، ولا بعمل محتوى بكاميرات بآلاف. أنا مجرد بنت عندها حلم. فتحت قناة صغيرة، بدأت أنزل فيديوهاتي، وبكل مرة حد بيضغط اشتراك كنت بحس إني كبرت سنة قدام. أيوة، أنا لسه في البداية، بس كل يوم بيفوت وكل تعليق بيجي وكل دعم ولو بسيط بيأكد لي إني ماشية في الطريق الصح. ليه بدأت القناة؟ بدأت قناتي علشان كان جوايا طاقة. كنت عايزة أتكلم، أشارك، أعلم، أتعلم، أو حتى أفرغ اللي جوايا. ما كنتش عايزة أبقى واحدة من الناس اللي بتتفرج، بس كنت عايزة أبقى جزء من الصورة، مش متفرجة من بعيد. أنا والله لسه ما نجحت، لسه في أول الطريق، ولسه بتعلم، لسه الفيديوهات بتتشاف بالعافية، ولسه الأرقام صغيرة قوي. بس جوايا أمل كبير، نفسي القناة تكبر، نفسي يوم أفتح اليوتيوب وألاقي ناس كتير مستنية فيديوهاتي. نفسي أبقى من الناس اللي بدأت صغيرة وكملت ووصلت، وأقول وقتها يا دنيا، أنا ضحكت يومها وقلت لسه ما نجحت، بس كنت ماشي في الطريق الصح. ده غير الصعوبات كانت كتير. أوقات كنت أسجل الفيديو وأعيده 10 مرات، وأوقات النت يفصل وأنا برفع الفيديو بعد ما قعدت أمنتجه بالساعات. وأوقات كنت أقول هو أنا بعمل ده ليه؟ مفيش مشاهدات، مفيش دعم. بس كل ما حد يكتب لي بحب طريقتك، أو أنا متابعاكي، أو حتى الفيديو ده ريحني، كنت برجع أقف على رجلي وأكمل من جديد. أنا قناتي صغيرة بس حلمي كبير. يمكن القناة عندي لسه بسيطة، بس الحلم اللي جوايا كبير. نفسي يوم من الأيام أفتكر اللحظة دي وأقول أنا بدأت من الصفر، وكنت فخورة بنفسي في كل خطوة. نفسي القناة تكبر، مش علشان شهرة ولا فلوس، لكن علشان نفسي أوصل صوتي لأكتر عدد من الناس، ونبني مجتمع حقيقي حوالين المحتوى الهادف البسيط واللي نابع من القلب. محتاجاكم معايا، أنا مش هكبر لوحدي. أنا محتاجة كل كلمة تشجيع، كل لايك، كل مشاركة، وكل مشترك جديد يقول أنا معاكي، كملي. لو بتتفرج عليا وبتحب اللي بقدمه، ما تترددش، دعمك بيفرق أكتر مما تتخيل. كل سنة ويوتيوب طيب، وكل سنة وأنا وإنتم بنكبر خطوة خطوة، وكل سنة وحلمنا بيقرب وصوتنا بيعلى ومجتمعنا بيكبر. وصدقوني، أجمل الحكايات دايما بتبدأ بخطوة صغيرة، وممكن قوي تبقى قناتي الصغيرة دي بداية لحكاية كبيرة قوي، بس انتوا لازم تبقوا جزء منها.